عن كل ما وصلت إليه محافظة من تدهور وعدم استقرار من خلاف ظلمات الغير مسؤولة تجاه المحافظة وأبنائها وتفرده بالقرار وعدم إجراء الشخصيات الاجتماعية وأصحاب الرأي والقدرة في قضايا المحافظة ومحاولته طيلة الأشهر الماضية وبكل السبل إشعال نار الفتنة والحروب بين الشباب في الساحات ومعهم أحزاب المشترك وبين الأجهزة العسكرية والأمنية والقبائل الباطلة فلان من الناس على حساب دماء أبناء محافظة البيضاء لولا التقوى العقلاء من المشايخ والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات أحزاب المشترك وشمال الساحات الذين وقفوا عند حده وهوتوا عليه فرصة خلق المشاكل والفتن والصراعات بين أبناء المحافظة الواحدة إضافة إلى سلب ونهيات الملايين التي طردت في ملايين صنعاء لمواجهة الموقف الماضي والحاضر. هذه المبالغ كثيرا من الدقائق ذهب إلى تحقيقه ولم يصرف منها شيئا يذكر لأصحابها الحقيقيين. وبناء على ما أشرنا إليه وما ضيقنا ضمنت ظروفات محمد ناصر العامري فإننا وباسم كل أبناء المحافظة نسحب الثقة من المذكور وقد سبق المجلس المحلي بالمحافظة صحن الثقة من المذكور ونطالب كل مسؤول غيور على محافظة البيضاء وتهمه مصلحتها بأن يعمل من خلال موقعه على تعيين محافظ جديد لهذه المحافظة والتي تواجه اليوم ونطالب كل مسؤول غيور على محافظة البيضاء وتهمه مصلحتها بأن يعمل من خلال موقعه على تعيين محافظ جديد لهذه المحافظة والتي تواجه اليوم كثير من الأخطار والتحديات وسد الفراغ الموجود وإصلاح ما أفسده محمد ناصر العامري. هذا وقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة 12 ظهرا بتاريخنا 26/1/2012. أسماء وتوقيعات الحاضرين في الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الأخوة الحاضرون جميعا والجهة ومشايخ المحافظة يعني هذا المحضر الذي طرحناه وعرضناه عليكم هو كان أقل ما يمكن أن نتخذه إزاء تلك التطورات والاختلالات الأمنية التي وصلنا إليها المحافظ. ونتيجة لهذه المذكرة هذا الاجتماع وهذا المحضر يجب علينا أن نفعله برسالة إلى